Riyaz مساء الخير. حلقة جديدة من برنامجنا غياث شو. دايما عم نطلع عليكم على سلطة تي في، على برنامج غياث شو. هو البرنامج العربي الوحيد يلي بتقدم على التلفزيون الرسمي. الكل يتابعونا طبعا فيكم تعرفوا انكم فيكم تدخلوا للموقع الخاص بالمحطة على www.salto.nl/salto.tv، القناة الثانية لتلفزيون امستردام الرسمي، وتتابعوا برنامجنا غياث شو على الساعة 7 المساء يوم الجمعة. فإذا ما قدرتوا على 7 المساء فيكم تكونوا بالإعادة يوم الاثنين على 10 صباحا. وكل الحلقات عم تكون تباعا موجودة على قناتنا على اليوتيوب. بتحطوا غياث العلبي غياث شو، تحضروا كل حلقاتنا موجودة على اليوتيوب، وتتواصلوا معنا عبر صفحتنا غياث شو على الفيسبوك والانستغرام. واكيد دايما احنا موجودين بكل اسئلتكم والحوارات اللي ممكن تحبوا نطرحها ضمن حلقتنا بغياث شو. حلقة جديدة بلشت لليوم. يسعد مساء الكل. غياث شو غياث شو غياث شو غياث شو. مع توالي مثل ما بيقولوا تبعيات، كل حدث بيبقى فيه تبعيات، فتبعيات حدث الهجرة وعدد كبير من الأشخاص من القادمين الجدد اللي تواجدوا بالفترات الماضية ما بين بأوروبا وتحديدا أمستردام، هولندا، ألمانيا، بلجيكا. كل هالتداعيات من بداية فترة اللجوء، مثل ما احنا كتير حاورنا من الأشخاص اللي حكوا عن أزمة اللجوء، حكوا عن أزمة الاندماج، حكوا عن أزمة المتابعة. في ناس كان عندهم قصص نجاح، في ناس كان عندهم مسيرات مهنية بضمن حلقتنا استضفناهم، لكن كمان صار الوقت انه نحكي عن تبعيات هي الأزمة أو هي موجة اللجوء، واللي هي أزمة الأسر أو العلاقات الأسرية اللي عم مثل ما بنقول عم نشوفها هلا بطريقة أوسع وأكبر، إن كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع بالمجتمع الأوروبي مع القادم الجديد والمهاجرين. لنتناقش بهدول المواضيع ونحاورهم، ضيفي هو صار مثل ما بنقول احنا من أهل البيت. للمرة الثانية معنا الأستاذ فادي رجب، الاستشاري الأسري بمؤسسة أو بدائرة رعاية الشباب من ألمانيا، لنتناقش بعدة مواضيع. خلوني أسلم عليه نرجع. مرحبا. سلامات. أهلا يا فادي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. كل مرة احنا هيك ملبكينك معنا بنجيبك من ألمانيا. لا والله أنا لي الشرف وبيسعدني هذا الشيء يكون دائما معكم، نشوف من خلال برنامجكم كمان نضوي على كتير أمور يعني لازم نحن نضوي عليها أكثر من المشاكل. بس نطرح مشاكل بدون حلول. نحاول اليوم بهذا اللقاء نطرح بعض الحلول أو نطرح المشاكل ونرفقها بالحلول إن شاء الله. احنا بدون مشاكل او مع مشاكل كسبانين شفتك. هيدا الاهم. بيسعدنا دائما وجودك. اليوم مثل ما هلا كنت عم نقول بالبدايه، من كثير من الحلقات فعليا ومن ضمن حتى حلقتك اللي كانت هي حلقات تعريفيه او حلقات للاشخاص اللي دوروا، كان في فعليا مشاكل كنا دائما نقول او نتائج، يعني حوارات منها موجه اللجوء الكبيره، ومنه عدم الاندماج، وفي منها كمان من السير الناجحه، وكمان سير هي اللي لها علاقه بالاسره او التربيه او الجيل اللي موجود بالغربه. بس قبل ما نحكي بهدول المحاور هنرجع نذكر بفادي رجب، نقول ليش اليوم انت معنا ومين فادي رجب للعالم تعرف للمتابعينك لاول مره. تمام. انا اخصائي اسره واخصائي اجتماعي وتربوي واستشاري اسره، واعمل في مجال الاسر وما يسمى باليوجندامت او مكتب رعايه الشباب ودائره رعايه الشباب في المانيا، اللي هي معروفه يلي أنا لا أعمل داخلها إنما أنا أعمل معها، يعني على اعتبار إنه هاي المنظمة أخذ يعني صيت للأسف سيء صيت سيء تماما، إنه هي تسحب الأطفال من أهاليهم، وهي متحططة على أبناء العرب وأبناء المسلمين وإلى ما هنالك من هاي الأمور، يلي يعني إلى حد ما هي
عاري عن الصحة تماما، إنما الأمر مختلف تماما عن هذا الموضوع. أنا أعمل في هذا الإطار، أعمل منذ سنوات في إطار اللجوء، أعمل أيضا كما يسمى بكيس مانجمنت، مرتبط بالإقامات، مرتبط بالمشكلات الإدارية والمشكلات الاجتماعية والتربوية اللي بتواجه الأسر العربية أو غير العربية من الأسر المهاجرة. ومنين اجت هي الباك جراوند يعني دراسيا مجتمعيا بسوريا او بدايه انه انت لو فتت لهذا الدومين لهذا المجال كان يمكن في سابقات خلتك مؤهل تكون فيه؟ تماما. أنا دراستي الأساسية علم اجتماع، درستها في جامعة حلب، وعملت دبلوم أيضا في جامعة دمشق، وجئت لهون درست في الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي، لكن كعلم اجتماع سياسي هو أقرب إلى الجانب النظري والبحثي أكثر منه إلى الجانب العملي. فتوجهنا نحن مع موجة اللجوء اللي كانت بال 2015 إلى مجال الجانب العملي، الجانب الميداني، لحتى نحن أيضا نكون واقفين لجنب الناس المهاجرة يلي عندها مشكلات، يلي عندها مشكلات بالاندماج، يلي عندها مشكلات بأنه هي أول ما بتجي إلى هذه البلاد تبدأ من مرحلة أنه هي ما بتعرف أصلا وين. يعني في كثير ناس احنا واجهناها بالكامبات اللي اشتغلنا فيها ما بتعرف حالها أنه هي وين ألمانيا، وين مثلا مقاطعة شمال الراين، بتعرف أنه هي مثلا بأوروبا، لكن ألمانيا وين، بأي مكان بألمانيا. فنحن انطلاقا من هذا الشيء حبينا نكون بمكان نوعي فيه الناس إلى مشاكلها، نوعيها إلى وين بدها تتجه، نوعيها كل شيء يرتبط بالمجتمع والإداري والأسرة وهي الأمور التربوية. بالحديث عن أوروبا وإلى آخره، يمكن أنت ضمن الناس اللي بتتلقى دراسات أو إحصائيات بشكل دائم ومستمر. إحنا صرنا بال 2024 هلا، أو حتى يمكن تقريبا قربنا من نهايتها بال 24. صار في إحصائيات واضحة أو أرقام تقريبا قريبة لعدد السوريين الموجودين كان بألمانيا أو بهولندا أو بالبلدان المجاورة أو بأوروبا ككل. هلا بألمانيا بالنسبة للسوريين، إذا حكينا عن السوريين، تخطى العدد المليون حقيقة. لكن هدول المليون هن أيضا من الأشخاص يلي في ناس ما بقيوا بألمانيا، في ناس هاجروا أيضا بعد ما أخذوا الجنسيات، في ناس يعني رجعوا إلى الأماكن اللي كانوا فيها والدول اللي كانوا فيها. لكن إحصائيات وأرقام حقيقية ما هي موجودة حاليا، وأنه نحن طلعنا على الأمور اللي مرتبطة بمجال عملنا أكثر يعني. لكن بالمجمل يعني اقترب من المليون. هناك أرقام غير حقيقية، لكن هي الأرقام اللي احنا حصلنا عليها. هيدا بألمانيا. عندكم فكرة عن أوروبا بالمجمل، هولندا، بلجيكا، النمسا؟ لا بالحقيقة يعني ما فيني أعطيك أرقام، أنا ما عندي اطلاع فيهم. الفكرة كمان من فكرة الإحصائيات، ويمكن احنا دايما بنقول إنه إحصائيات ما في مؤسسات واضحة ورسمية هي اللي بتعطي الإحصائيات. يعني أوقات بنشوف كمان مثل ما هي فكرة إنه يلي تتداولوا الصفحات اللي بتداولوا السوشيال ميديا، في ناس يمكن زادت هيك رقم، الناس بلشت تعيد تفتق من وراه إنه هيدا هو. إذا إحنا فعلا بدنا أرقام حقيقية إن كان لأي مدينة أو أي بلد من بلدان أو أوروبا، وين لازم نحصل على هي الإحصائيات؟ نتجه بالنسبة لألمانيا، أنا أتحدث عن ألمانيا بحكم وجودي بألمانيا، على المركز الإحصاء، مركز دولي أو الاتحادي للإحصاء، اللي هو دائما يطرح أرقام. لكن مع ذلك أيضا هاي الأرقام غير حقيقية. يعني إذا بدنا نتحدث عن مواضيع معينة مرتبطة خلينا نقول بالأسرة أو بالعنف الأسري أو العنف المنزلي، بنشوف إنه هناك أرقام هي بس اللي تم الإخبار عنها، يعني من الشرطة الجنائية الألمانية أو من مكتب الاتحادي للإحصاء. لكن هناك أرقام يعني غير معروفة لأنه ما تم الإخبار عنها ولا تم تسجيلها. فالمكتب الاتحادي للإحصاء هو المرجعية. في كمان هلا دراسات حول انه الفئات العمرية، يعني احنا كنا نقول انه دائما، وهلا لهلا يمكن بيقولوا القادمين الجدد انه اوروبا بدها يعني لانه احنا جيل شباب، وهن مثل بيقولوا القارة الميتة العجوز، القارة العجوز. ففي احصائيات لانه خاصة كمان العدد الاكبر اللي اجوا قادمين جدد بهذا الموضوع هن الاسر بيحتوى الاب والام والجد، واوقات عمليات لم الشمل، فبتكون كمان فئات عمرية كبيرة هي متكلة على الدولة أو أوروبا كمان بالإعانات وبالمساعدات. تمام. هلا النسبة الأكبر اللي شكلت 70% من القادمين هي كانت من فئة الشباب، يعني اللي بتتراوح أيضا
يعني بين الأعمار من ال 14 13 14 إلى عمر ال 24 تقريبا. هي كانت الفئة الأكبر اللي شكلت نسبة كتير كبيرة اللي أجت لألمانيا. كان التساؤل دائما ليش هي الفئة عم تجي هي الأكبر يعني. علما أنه يقال بأنه طالما هناك عائلات، طالما هناك نساء، طالما هناك أطفال، ليش ما عم بيجوا الأطفال مثلا مع أهاليهم، مع أبوهم، ليش أيضا بالمقابل هناك مراهقين عم بيعبروا البحر لحالهم. فكانت هناك تساؤلات كثير مرتبطة بهذا الإطار. كانت الأجوبة بالنسبة لنا أنه هناك يعني بالحقيقة كان هناك حيرة بالجواب، أنه بدك تقول لهم في حرب. طب لك في حرب، كيف أنت بتخلي زوجتك وبتخلي ابنك بالحرب وأنت بتجي؟ بيقول لك أنا ما بدي ركبه البحر، هون عم بيعرضوا للخطر، هناك عم بيعرضوا للخطر. فنحن دائما كنا أمام معضلة أنه كيف بدنا نجاوب على هذا السؤال أو على هذا التساؤل. تركنا الأمور بهذا الإطار ومشينا بأنه نعالج أكثر ما نوقف كتير عند هاي التساؤلات يلي يعني قد لا يكون إلى يعني نوضحها، نحاول نوضحها، لكن في الحقيقة هناك أمور غير واضحة حقيقة بالنسبة لنا على أقل تقدير ما كانت واضحة. اليوم لما ببلشوا يحكوا عن موضوع القادمين الجدد ومثل ما قلنا الفئات العمرية، صار نحكي كمان مثل ما بنشوف بالأول كان نقول موجة لجوء عدد القادمين إلى آخره. هلا بعد ما يمكن ثبت الموضوع وفي ناس كتير استقرت، البقية عدد قليل كتير من الناس اللي عم بتقدم لجوء من جديد أو هي ماشية بأوراق لم تشمل الحصول على الجنسية. هذا نتج عنه يمكن تراكمات نفسية، تراكمات اقتصادية، مشاكل بموضوع الاندماج كمان لفئة الشباب أو إلى آخره. وأنتم ضمن رعاية الشباب تحصلوا عدد كتير من التواصل مع هدول الأسر أو هدول آخره. البداية كانت فعليا أنت بتشوفها من نقلة الأسر، يعني هي هذا التراكمات صارت من انتقال أسر من مجتمع عربي لمجتمع أوروبي، صار في تراكمات أو اختلافات نفسية، اختلافات جذرية بالبيئة والتعليم، من هون نتجت المشاكل ولا نتجت انه بس مجتمع جديد اجى عليه ناس بعيدا عن المجتمع الاوروبي؟ هلا نكون نحن صريحين حقيقة، كمجتمع ألماني كان أو كمجتمع أوروبي بشكل عام كان مجتمع غير مهيئ لاستقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين. وهذا نحن لمسناه أثناء عملنا يعني مأوى اللاجئين بالكامبات. أول ما كانت موجة اللجوء الكبيرة اللي كانت بأواخر 2015 بداية 2016، فنحن على هذا الأساس لمسنا هذا الشيء إنه ما كانوا مهيئين وما كانوا محضرين. التعرف على ثقافة المجتمع الجديد اللي الناس جاية منه كان ضرورة، لكن هذا الشيء ما كان موجود. كانوا يطالبوا الناس الجدد اللي اجوا لأوروبا انه يندمجوا مع هذا المجتمع الجديد، وهذا يعني طبيعي ومنطقي. لكن بالمقابل لازم كان من المفروض المجتمعات اللي استقبلت هي المجتمعات الأخرى ان هي ايضا تتعرف ولو بشكل يعني خلينا نقول من الأساسيات في هذا المجتمع الجديد أو المجتمعات الجديدة اللي جاية لعندهم، لحتى ما تكتر الأخطاء. ونحن لاحظنا كتير أخطاء حست نتيجة عدم التفاهم بين يعني هذا الشرخ الموجود بين المجتمعات، بين ثقافتين مختلفتين أو بين عدة ثقافات مختلفة. فيعني خلينا نقول على مثال بسيط، مثلا إذا كان خلينا نقول إحدى زميلاتنا في العمل إذا ابتسمت لشخص كانت فمعناتها حبته يعني فمعناتها إنه هي شوف معجبة فيني. يا حبيبي لا، هيك مو القصة، مو هيك، مو بهذا الشكل. فحكينا مع زملائنا، لكن الموضوع كتير كبير يعني نحن أنت إذا بتحكي مع بمساحة ضيقة، لكن الموضوع كان كتير كبير، ولذلك حدثت كتير أخطاء شفناها لاحقا من خلال جرائم، من خلال اغتصاب، من خلال كثير من الامور يلي. وكمان نفس الشيء يمكن بدك تقول كمان حصل بطريقه عكسيه، لانه هن كمجتمع اوروبي كان انه لازم المراه تطلع من البيت وتشتغل وتكون مستقله او تساهم عنا يمكن المجتمع انك لا، الرجل هو مسؤول عن البيت واللي بيحكي هو اللي بيقرر الى اخره. ويمكن كمان اثر على عدد كثير من نسب الطلاق، الاسر، عمل تفكك، انه الاوروبي ما قدر يستوعب انه هو يعطي المجال لهي الاسر تتحرر شوي شوي من هاي الفكر. بده اياهم كمان اول ما وصلوا يلا ترك فورا تحرروا وطلعوا وعملوا. هلا خلينا نكون صريحين، يعني نحن قد يعني يمكن الناس هلا ما يعجب هذا الكلام اللي انا راح احكيه، لكن وانت دائما بيعجبهم، دائما محارب حتى بوسائل التواصل الاجتماعي اللي بيسبوا اكثر من اللي بيمدحوا. ما هو انت اليوم لما بتحكي الحقيقه وبتحكي الواقع، ونحن اشخاص نعمل على ارض الواقع، يعني نحن ما لنا نجوم سوشيال ميديا ولا لنا نجوم تيك توك وبنطلع وبنحكي قصص وبنخترع قصص من خيالنا لحتى نلم مشاهدات ونحصد متابعات. انا اليوم لما بدي احكي عن قصص
يعني انا غير مسموح لي انه انا احكي عن اشخاص معينين، انا احكي عن احداث عامه عم تحدث. لكن كثير من المواقف منذ مجيء خلينا نقول السوريين او اللاجئين الى اوروبا بصراحه ما كان هذا الضغط عليهم، بالعكس يعني انعطوا حريتهم على مثل ما بدهم، وكان في تعليمات انه احترموا ثقافه المجتمعات اللي جاي لهون. كانت بعض الثغرات الموجوده عند الناس اللي استقبلت هي الناس اللي جايه من دولنا مثلا، لكن في ناس هن بطبعها ما بدها تندمج. يعني في ناس بتقول لك صراحة أنا ماني مستعد أتعلم لغة، أنا ماني مستعد أشتغل لشو لحتى أشتغل مشان 200 يورو زيادة، أنا عم باخذ مساعدات، أنا عندي 10 أطفال. لما كنا نطلع ونحكي لهم يا جماعة موضوع الأطفال، كثرة الأطفال لها تأثيرات سلبية لاحقا على حياتكم، على مستقبلكم، على اعتبار أنتم في مجتمع جديد وأنتم أنفسكم غير قادرين على إعالة أنفسكم على المستوى الإداري وعلى المستوى الدوائر الحكومية. ما احنا عندنا مقولة بيجي الولد ورزقته معه يعني. ايه طب هلا دايما انه يعني خلص، وعزوة الرجل او الاسرة عدد الاطفال نسبة الانجاب. إيه لكن الرزقة هي يعني يعني الرزقة هي مو المال فقط. يعني انا اليوم ماشي اجى هذا الولد واجى معه ال 250 يورو اللي عم بياخذها كل شهر، لكن بعدين انا هذا الطفل في هذا المجتمع كيف بده يتربى؟ الطفل عم بيعيش بحاله من الضياع، انه انا الشيء اللي عم بيتعلمه من المدرسه شيء، والشيء اللي عم بيتلقى انفصام صار بين المجتمعيه الداخليه كاسره اللي هن بدهم اياها، القوانين والقواعد والنظم والاخلاقيات والتربويه اللي هن بدهم اياها، وبين ما يطلع لبرا المجتمع بطريقه مختلفه. تماما. لذلك هذا الموضوع ما هو محسوب حسابه ابدا. يعني ما بدنا كثير ندقق على هذا الموضوع، لانه في كثير ناس انجبت اطفال بمخيمات للاجئين، وهذا كلام ما بيعجب كثير من الناس، انه وانا ضد هذا الشيء اللي صار. لانه انت اليوم عم تحكم على طفل بانه مأوى غير سليم، نظافه مو موجوده، لا تعليم، لا اكل، في ظل ظروف قاسيه ان كان بالصيف وان كان بالشتاء، من اجل انه يلا عم نجيب به الاطفال. لا، هي مو من اجل انه يلا بنجيب على الاطفال، الفكره عندك منقوصه، من اجل انه هو الولد ولد باوروبا، فاذا ما هن حصلوا على الاقامه او الجنسيه، فالولد لما بيولد باوروبا بيحصل على الاقامه والجنسيه. هلا كانت هي ضمن الاشاعات على فكره. انا اتحدث عن المخيمات اللي كانت في الاردن واللي كانت في تركيا واللي كانت في يعني بالدول المجاوره لسوريا. في ظل هاي الظروف كيف انت عم تنجب طفل؟ انت انا برايي يعني بشكل واضح وصريح هي جريمه بحق هذا الطفل. انت هلا انا عم اقول لك طريقه تفكير الاشخاص. انا لا، لانه في اشخاص كمان بيقول لك احنا فقدنا عدد كثير من الاهل، من القرايبين، من الاخوه، من الاصحاب، فاذا احنا ما عودنا وما عملنا تعويض، احنا ممكن كاسره تتلاشى، خلص ما بقى من هاي الاسره غير هذا الابن، فلازم يكون عنده انجاب، فاسم الاسره يستمر. تمام. هي عمليه حسابيه بالنسبه لهم، لكن هي بالنسبه بالشكل العام، بالنسبه اجتماعيا واخلاقيا وحتى دينيا، هي جريمه بحق هذا الطفل. انا اليوم شو ذنبه هذا الطفل يجي بظروف قاسيه ولا يتلقى لا تعليم ولا يتلقى لا طعام ولا كل شيء يتلقى. تمام. فنحن بهذا الاطار نتحدث في موضوع انه لا، لازم العمليه مو حسابيه، ولا 250 انا تجي لهذا الطفل، انما انا كيف بدي اربى هذا الطفل، باي ظروف بدي اربى. اليوم كمان انتم ضمن دائره، يعني هلا انت لو تعمل بدائره رعايه الشباب، لكن دائما النظره لك انه انت عربي، فانت المفروض تكون 99% باتجاه الاسر او اتجاه العرب. يعني لما تجي بتطلع انت كعربي او سوري وتنتقد سلوكيات الاسره باوروبا، فانت صرت مغضوب عليهم، يعني لانه تنتقد، بيقول لك ليه ما انت سوري خلص بريت ما عملت شيء، مع انه انت عم تنقل صوره امر واقع موجود يعني على ارض الواقع. تماما. صراحه لاقول لك شغله استاذ غياث، انا ما عاد كثير يهمني موضوع شو بيقولوا عني انا كيف. تمام. انا من خلال الشيء اللي عم شوفه كل يوم تقريبا انا أشاهد امور مرتبطه بالناس يلي اجت لهون، ويلي انا امبارح يعني بالامس قرات خبر يتحدث عن عائله مؤلفه من 13 طفل ل 13 طفل، بين بالسجن وبين المأوى اللي اخذهم اليوجند امت لأجل جرائم ارتكبوها، لأجل اغتصابات، حالات اغتصاب، لأجل سرقات، لأجل احتيال على الجوب سنتر، ل 13 شخص، ل 13 طفل، هن حتى منهم بنات، هن إما في السجن وإما في
اخذوهم قد ايه اليوم. هدول الفئات العمريه؟ اتحدث اليوم انت عن 12 سنه ل 18 سنه. طيب هدول مو احنا هلا اذا بس هيك سؤال بسيط، احنا بهي الفتره بدنا نقول نحاسب الاسر ولا نحاسب هدول الجيل الاطفال يعني كمرجعيه؟ هلا اوروبا او المانيا لما تجي بتحاسب بيقول لك تحاسب قانون بغض النظر عن العمر، انه هذا قانون كده. بس احنا كمجتمع كاسره بدنا نقول هذا الغلط من الاسره، غلط من المجتمع اللي اجوا عليه، ولا غلط من القوانين لا الغلط من التربيه، من التربيه طبعا مثلا الاسره يعني. طبعا الامر يبدا من الاسره. فانت اليوم كل شيء، وانا اقول رقم واحد هو الاسره، ورقم واحد هو التربيه. انت اذا ما ربيت ابنك صح، انت في اهالي هن يحتاجون الى تربيه حقيقه. واعيد واكرر، انا في الكلام هذا ما حيعجب كثير من الناس، تمام، ولكن هناك حقائق. نحن وصلنا الى مرحله هناك من يسيء الى اشخاص ما لهم ذنب. يعني انا اليوم نظره الاوروبي، في ناس هلا ممكن تقول لك ها انت كثير سائل على نظره الاوروبي لنا، تمام. لا، هي مو قصه نظره الاوروبي لانه هو اوروبي، انما هو نظره الاخر لنا. انه نحن كسوريين عاد انه في ناس محترمه، في ناس متربيه صح، في ناس يعني اليوم انا هذا الشخص لنفترض السوري العراقي اللي هو تمام ارتكب حماقه، ارتكب جريمه، ارتكب اغتصاب الى اخره، ونحن كل يوم تقريبا عم نشوف على وسائل الاعلام انه لاجئ سوري ارتكب مثلا اغتصاب، 3-4 سوريين اغتصاب جماعي، تحرش إلى آخره. اليوم صار هذا السوري الإنسان اللي نظيف المتربي صح بده يروح يشتغل ما بيلاقي شغل. بقول لك ها سوري، أنا امبارح سمعت خبر إنه السوريين هيك بده يروح يستأجر بيت ما عاد يقدر يستأجر بيت. ليش؟ لأنه سوري. ليش؟ لأنه أنا امبارح هذا المؤجر قرأ بالإعلام إنه في سوريين قاموا بهذا العمل. لا خي، بقول لك أنا بعيد عن الشر وغني له، انا ما بدي اوجع راسي. تاكيد على كلامك. هلا كل الازمه ببريطانيا والاحداث هي بناء على قيل وقال انه سوري قام بذبح اطفال تماما، فصار في ازمه، هجوم على الجوامع، هجوم على المسلمين، هجوم على المحلات، وحتى اللي صارت كمان بتركيا الفتره الماضيه. بالضبط. هذا لا يعني انه السوريين او العرب او العراقيين او اللبنانيين الى اخره هن فقط هؤلاء. انا قلت انه في الفئة الصغيرة بتغطي على الفئة الكبيرة. يعني الفئة الصغيرة هي اللي عم بتوسخ في هذه البلاد، بتغطي على الفئة المحترمة اللي هي الفئة الكبيرة. يعني نحن سمعنا بالعشائر وصراعات العشائر، تمام. هل تعلم انه في 400 واحد بالسجن هلا في من العشائر من الاطراف جميعا؟ طبعا شفناها على السوشيال ميديا، العشائر اللي بيطلعوا بشوارع الالماني مع الشرطه الالمانيه. بالضبط. فانت اليوم بقول لك انا شو بدي بهالوجعة الراس، تمام. فلا بيأجروا بيت ولا بيشغلوا عنده الى اخره. فناس اثرت على ناس، ونحن كما قلت يعني في ناس حتى اكاديميين، في ناس متربيين، في ناس على ذو اخلاق عاليه، لكن بيقول لك سوري. معقول في هلا احنا اوكي مثل ما بقولوا النقطه السوداء بتبين على الثوب الابيض بشكل اكثر بكثير. يعني انت ما حتشوف الثوب الابيض كله قد ما حتشوف البقعه السوداء الموجوده. لكن فعلا صار الفاق الموضوع، او يعني قد ايه هي صحيحه. يعني صار هلا بنقول لك انه هو بس لانه سمعوا انه حدا لاجئ او قادم او عربي عمل هذا الفعل فبيعملوا منه. ممكن ما في صحه لهذا الموضوع، اشاعات. يعني مثل وقت تركيا بيقول لك كانت عباره عن اشاعات، احزاب سياسيه ما بدها نسبه لجوء فزتت هي الفتيشه. باوروبا نفس الشيء. يعني هي وين مصداقيه كمان انه اوكي هلا العشائر شفنا الشيء هذا الشيء بطريقه ملموسه بارض الشارع. لكن في موضوع مثل ما قلت حوادث الاغتصاب او الاختطاف او السلوكيات المجتمعيه، ما ضروري دائما في توثيق لهذا الامور. بيقول لك في نتائج، توثيق نتائج، وبيقول لك لانه هيك صار. تمام. انا رح لك شغله بالنسبه الناس يلي خلينا نقول نتحدث عن نفترض عن سحب الاطفال من قبل اليوغندامت. تشير الاحصائيات الى انه نسبة الأطفال المسحوبين من عائلات ألمانية في الفترة الزمنية، مشان ما يقولوا إنه لا قبل ما كان سوري، بس العائلات الألمانية كانوا عائلات ألمانية وأوروبية. يعني أكثر من العائلات السورية أو العائلات العربية. هدول الناس اللي بيطلعوا بيقول لك إنه متحططين على المسلمين ومتحططين على أطفال المسلمين وبدهم ياخذوا أطفال المسلمين وبدهم ياخذوا أطفال العرب. تمام. فيعني تكذيبا لهي الادعاءات أقول إنه هناك إحصائيات تقول بإنه نسبة اللي انسحب من الألمان بالفترة الزمنية اللي كان فيها اللاجئين، خلينا نقول من 2015 إلى هذا العام، هي أكبر من نسبة اللي سحب من العائلات السورية أو العائلات العربية. وهذا تكذيب. وأنا أعمل أنا أعمل مع عائلات ألمانية.
طبعا الأسباب مختلفة، منها ما أنه الأهل غير مؤهلين، يتعاطون كحول، يتعاطون مخدرات. أيضا هناك حالات يعني عنف داخل منزلي. الأسر. يعني طبعا هذا الموضوع كما قلت يعني موجود مو بالمجتمع العربي فقط، إنما في كل المجتمعات. موضوع العنف، موضوع تعاطي المخدرات وتعاطي الكحول وإلى ما هو. المشكله معناتها احنا مجتمع فضائحي. احنا هلا صاروا بيطلعوا بيحكوا على السوشيال ميديا، حدا تخانق مع مرته، حدا جوزها حب عليها بتطلع تعمل على السوشيال ميديا مثل ما عم نشوفها. بنصير كمان عم نشوف قصص السوشيال ميديا قد ايه عم ياثر هذا الموضوع. هي كارثه ثانيه لحالها، يعني هي مصيبه بحد ذاتها حقيقه. يعني هي بس مشان انه جوزها عرفت انه والله طلع سهر ما عم بدها تشوف تطلع تعمل خناقه، تطلع على السوشيال ميديا، الناس توصل بيقول لك سحبوا الاطفال منهم. ما انت جبتي لحالك بس يعني كمان ما تسكتي تماما. هلا صايره موضه. انا اليوم لما بدي اعمل مشاهدات، احصد مشاهدات ولايكات والى اخره، وشفناها من كثير او من بعض، خلينا نقول من ما يسمون انفسهم مؤثرين على السوشيال ميديا، بيطلع بيبكي قال بيعمل حركات، وانا كنت بالمطار وشفت فلانه جاي وفلان جاي يستقبل خطيبته ومعه بوكيت ورد، وبيألف دراما وقصص. تمام. وانه هي راحت هربت مع واحد تاني، او ما اجت، ما نزلت من الطياره الى اخره. هذا الموضوع موجود. يعني هذا موضوع انه في نساء تركت زواجها، او ناس هربت مع شاب اخر، فتيات. هذا الموضوع موجود، لكن مو بهذا الشكل اللي يتم تصويره. السؤال دائما مع العلم، بس تعقيبا على كلامك خليك جاب، اسف انا للقطع. مع العلم انه احد الفيديوهات اللي منتشره بالفتره الماضيه هي لفنان، هو ممثل، يعني ممثل شاب، طلع عمل فقره تمثيليه عن انه فعليا اللي لم الشمل ما زبط، وانه هي طلعت بعد ما صرف عليها وطلعت الى اخره. هذا الفيديو على محطات فضائيه ان كان عربيه وان كان مواقع والى اخره حصل ملايين المشاهدات. على صفحة الفنان نفسه ما حصل حل مشاهدات. والفنان نفسه طلع كذب، يعني قال انه انا عم بعمل مشهد تمثيلي ولا مجرد اني انا كذا، انا لا لي عامل لا مشمل ولا لي ولا شيء. ولا محطة من المحطات اخذت التكذيب، ولا محطة من المواقع اخذت انه هذا، ولا حتى هو حسد. يعني هو عمل ليحصد. النتائج كانت عند المذيع اللي قدم البرنامج عنده عدد من المشاهدات والى اخره، المحطه اللي قدمت هذا الى اخره. لكن وقت صار في وقت الحقيقه او يمكن تسليط الضوء على الامر الواقع، ما حدا اخذها بعين الاعتبار. وموجود الشاب وبيطلع، وممكن احنا نستضيفه في حلقات انه على التاثير السوشيال ميديا تبعه كيف ممكن يعمل. تمام. تفضلت قبل شوي قلت انه نحن شعب فضائحي، يعني بحب الفضايح. تمام. وتنتشر الفضيحه بشكل اسرع بكثير من الحقيقه. يعني احيانا يعني قد يكون هاي الفضيحة بعيدة تماما عن الحقيقة. لكن اللي عم نشوفه نحن انه انا بدخل بيوت كتير، يعني تقريبا كل يوم انا بدخل بيوت واشاهد ما اشاهده. ومن ضمن اللي شاهدته، من ضمن الحالات اللي عم تجينا، استاذ غياس، اذا بحكي لك عن موضوع الكوارث في ما يسمى بمؤسسة الزواج، اللي هي من المفروض ان تكون هي اسمى المؤسسات وارقى المؤسسات ومودة ورحمة وإلى آخره. نحن اليوم أمام كارثة اسمها مؤسسة الزواج. هل تعلم أن هناك من الأزواج من يسجل لزوجاته على الموبايل الشيء اللي عم تحكيه، والعكس طبعا؟ ليش؟ لأنه دائما هو في حالة خوف وحالة قلق أنه هاي بيوم من الأيام تروح تشتكي عليه. لما تشتكي عليه بيجي بيعرض الفويسات أنه للمحكمة أنه لا، شوفوا أنا كنا عايشين بوئام وسلام وإلى آخره. والعكس صحيح. بنلاقي ايضا هناك زوجة عم تسجل لزوجها. طب في ازواج بيصوروا زوجاتهم، في ازواج بيصوروا زوجاتهم. احكي لك قصة، ما بعرف اذا الوقت بيسمح طبعا. تماما. هي احدى القصص، يعني الكوارث اللي بيقول لك ليش سحبوا الاطفال مننا. هناك سيدة، ما بدي اقول من وين، لكن يعني من مضاربنا خلينا نقول. زوجها في مشاكل بينه وبينها. زوجها ذهب، وهي أيضا يعني بس مشان النساء يحذروا إلى كثير من الأمور يلي عم تحدث. للأسف أنه أنا أتحدث بهذا الإطار، يعني لكن أنه هي عم تحكي مع زوجها، وزوجها على الفيديو كول هو في مدينة أخرى، وهو يصور زوجته، يصورها وهي في حالة يعني غير طبيعية. تمام. وبعدين يرسل هذه الصور إلى أحد الأشخاص لنشرها على السوشيال ميديا، وتهديد الزوجة وفتح الزوجة وإلى آخره. تمام. طيب
الزوجة لحمايتها اليوجندأمت تدخل م. وسحبها وأخذها من البيت يلي هي فيه مع أطفالها، عندها 5 أطفال، سحبها وأخذها إلى المكان لحمايتها، المكان اللي ما لازم الزوج يعرفه. لما راحت هذه السيدة إلى هذا المكان ممنوع يعرف الزوج هي وين لحمايتها كما قلنا. ليش بيقولوا مرات بيسألوا سؤال ليش ما يطالعوا الزوج من البيت؟ ليش بيطالعوا السيدة؟ يعني بيطالعوا السيدة لحتى الزوج ما يعرف وينها، ما تتعرض لي. لأنه لحد ضل بالبيت وبيعرف إنه هي موجودة بالبيت، لا أي سبيل اللي يفوت. بالضبط. لكن هي سحبه، تتصل هي فيه بتقول له أنا وين؟ تمام. 5 أطفال. اليوجندأمت تتدخل بهذا الموضوع. نحن اليوم حكيتي يعني سحبينها هي والأطفال، اللي صاروا سحبين الأطفال منها نفسها كمان يعني. تماما. فصار في أطفال رايحين إلى مأوى للأطفال وأطفال أخذوهم عائلة إلى ما شاء الله. هلا ماشي الأمور في المحكمة. بيجي بيسأل، يعني في ناس تطلع على السوشيال ميديا سحبوا أطفال اليوجندأمت، سحبوا لنا أطفالنا. طب شوفوا شو في وراء هذا الموضوع. على فكرة موضوع سحب الأطفال هذا، إذا بحكي لك حقيقة إنه ما في محلات. أنا على تماس مباشر مع موظفين وموظفات في اليوجندأمت بيقول لك ما عنا محلات. سألنا ألمانيا كلها ما في محلات نحط الأولاد. صار حنحكي عن موضوع سحب الأطفال ونحكي عنه بتوسع أكتر بالجزء الثاني من الحلقة. حنعمل فاصل قصير وبعدين نرجع لضيفنا أستاذ فادي رجب. خليكم معنا. يسعد مساء الكل، اهلا وسهلا ومرحبا. اكيد حلقه جديده من غياث شو، عم نكون احنا وانتم 7 المساء كل يوم جمعه على سلطة دبي. فيكم تحضرونا عبر الموقع على www.salto.nl. سلطة دبي هو التلفزيون الرسمي الهولندي من امستردام ببرنامجنا. فتحية أكيد منا بغياث شو لنكون مباشر لايف معكم ومع هالجمعة الظريفة بغياث شو. فقرتنا الأولى هي الفقرة الإخبارية، بعد منها ننتقل لسكتش كوميدي أو فقرة السوشيال ميديا، وبننتقل بعد منها تقرير خارجي ريبورتاج أو فقرة الضيف. فيكم تكونوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك غياث شو، ودايما تتابعوا كل الأخبار بالبرنامج. طبعا أخبارنا متعددة متنوعة، برنامجنا اجتماعي موجه لكل القادمين الجدد، ودايما بنحرص على تقديم الفائدة. البرنامج الوحيد اللي باللغة العربية اللي بيتقدم بهولندا. وفي حال حابين تتابعوا اللقاءات بطريقة متصلة بتحطوا على اليوتيوب غياث شو بكل بساطة، وما تنسوا فيكم دائما تعملونا كومنت لايك واشتراك وتتابعونا. اليوم الحلقة إخراجيا محمود شعبو مثل دائما، تقديمي أنا غياث علبي، وكمان معنا بالإخراج ماكسيم حورية. فبحلقة اليوم من غياث شو بلشنا وصار فينا نقلكم يسعد مساء مع غياث شو بالعربي. مع غياث شو بالعربي مكملين برنامجنا. قبل ما ارجع لضيفي حذكركم كيف فيكم تتابعونا. فيكم تفوتوا على الموقع الخاص بغياث شو على اليوتيوب، تحطوا غياث العلبي على اليوتيوب، بتحضروا الحلقه السابقه كمان لاستاذ فادي موجوده على اليوتيوب. اذا ما قدرتوا تتابعونا باللايف على موقع التلفزيون اللي هو www.salto.nl سالتو تي في. غياث شو البرنامج العربي الوحيد تقدم على التلفزيون الرسمي الهولندي، بالاضافه لكل مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. ما نحكي على التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا قلت يخزي العين، يعني ناشرين عرض بعضهم والفضائحيات والى اخره. قد ايه قبل ما احكي فعلا انه احنا كمان عم نتابع وبنشوف في قصص يعني لا تصدق. صار معروف انه هذا الموقع مثلا اذا احنا عم نقول الموقع الفلاني هذا للفضايح، هذا للتجاره، هذا للبيع والشراء، هذا للمدري شو، هذا للرقص، هذا للعباده، عرفت؟ فصار مصنفين حتى مواقع السوشيال ميديا شو هن. قد ايه فعلا خاصه احنا هلا عم نشوف انه من عمر 8 سنين 9 سنين الطفل صار حامل بايده ايباد وموبايل، وعم يطلع السوشيال ميديا، وعم يطلع فعليا على ثقافتين مختلفتين. لما نحكي على الطفل العربي يعني لانه تبع انه الاهل اللي لازم تعال تعلم عربي وحفاظ قران وشوف مدري شو، لا تسمع وعمل، وابوك وامك هن مسؤولين عنك، وبنفس الوقت عم يحضر المجتمع الاوروبي اللي هو عم يحاول يكون جزء منه كان بالمدرسه، والمدرسه كمان توجهوا بالسوشيال ميديا لموضوع انه لا انت غير، الدوله هي المسؤوله عنك، انت اللي بتختار حتى دينك وجنسك. لانه بالوقت الحالي كمان صار عم يقولوا لك انه هو ما بصير نقول على الولد صبي او بنت لبعد ال10 سنين ليقرر هو مثلا هو شو بده يكون جنسه، هو بلا جنس. فكل هدول صاروا موجودين على السوشيال ميديا، موجود على الانترنت، موجود بايد الولد، يعني حتى عم يزرعوا فيه هي الافكار انه هو شو بيعرف انه لازم هو يحدد جنسه. ما بيقولوا عني سبي او بنت، لا انا صير عمري بكذا. هيدا كلها عم تكون موجوده فعليا. تمام. هذا اللي حذرنا منه، وتحدثنا عن موضوع
الإكثار من الإنجاب. مم. يعني اليوم أنا كأسرة تبدأ المشكلة عندي أنا كأسرة كأب كأم. يعني أنا لما طلعت بفترات وتحدثت عن كثرة الإنجاب طلعوا ناس قالوا إيه مم. يعني مم. بالطريقة الشعبوية، إيه أنت شو همك، أنت على شو مزعوج، مين هذا قرب عليك إلى آخره. شوف أنت بتحكي بإطار أكاديمي تربوي أخلاقي ديني. أنت اليوم قصة الإنجاب التحكم بتربية طفل واثنين وثلاثة غير التحكم بتربية 10 أطفال. يعني أنا اليوم كيف فيني أنا ألحق على 10 أطفال؟ تمام. أنا اليوم فيني أعلم ابني وأعطيه اهتمام لما يكون عندي ولد واثنين أو ثلاثة، خلينا نقول فيني أعلمه، فيني أعتني فيه أكثر من أنه إذا عندي 10 أطفال. ونحن كما قلت ودائما أعود لموضوع أنه نحن نشاهد هناك أطفال 6 و7 و8 في العائلة الواحدة، لكن غالبا وهذا الموضوع على أرض الواقع نقول بأنه العائلات اللي ندخل لها بيكون عندها 6 و7 أطفال غير العائلات ندخل لعندها بيكون عندها طفلين أو طفل أو 3 أطفال. الاهتمام بالأعداد الأقل بيكون غير. فاليوم تحدثنا عن موضوع اللغة في المجتمع الجديد اللي أنت جيت له. قلنا تعلم لغة. ليش ما في داعي أتعلم لغة؟ يا حبيبي ليش ما في داعي أتعلم لغة؟ السوبر ماركت عربي، الحلاق عربي، المحامي عربي، السمان عربي، كل شيء عربي. حتى صار في فئة كتير بيعتمدوا على انه اولادهم اطفالهم هن المترجمين المتحدثين الرسميين. اكبر كارثه. بيقول لك هو اللي بيحكي اللغة خلاص انا لا 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 هذا اكبر كارثه. وانا يعني اليوم انت اكبر غلط انك انت تعطي دورك لطفلك. يعني هو يلعب دور الاب ودور الام وانت تلعب دور الابن يلي بده يعني يترجى ابنه انه حبيبي ترجم لي، تعال ترجم لي. بصير الابن هون على ماني فاضي وما عندي وقت، او ممكن حتى ياخذ الخط لطرفه. اذا في امور هو بده يوصلها بيوصلها بطريقه، اذا في امور بده يخفيها بيخفيها بطريقه، لانه هو المتحكم بموضوع تماما اللغه. يعني على موضوع سحب الاطفال وموضوع تدخل اليوجند امت. شوف اليوجند امت لا يتدخل من تلقاء نفسه. يعني ما اليوجند امت ما بينزل لك من السلم من فوق بناء على شكاوى، يا بناء على شكاوى اما من المدرسه او من الجيران، تمام، او من الطفل نفسه وهون موضوع الطفل نفسه يخضع ايضا لاختبارات لحتى يصدقوا هذا الطفل. وقلت لك انت اليوم في الاونه الاخيره ما عندهم محلات، ما بقى عندهم محلات يستوعبوا هاي الاطفال. لذلك هناك نقص حاد بمآوى الاطفال وبمآوى المراهقين. لذلك عم بيحاولوا يتحاشوا انهم يسحبوا الاطفال قدر الامكان، حاولوا يصلحوا مكان تواجدهم افضل ما ياخذوا هذا الطفل ويتعاد يعني يكون في تكاليف اضافيه. تماما بيبعثوا لهم ما يسمى بمساعد الاسره، الفاميليان هيلفه، مساعد الاسره لحتى يحاول يصلح ما تم هدمه او يحاول انه يساعدهم باطار التربيه. اليوم انت دخلت في هذا المجتمع بدك تتقبل اللي موجود فيه. نحن قلنا على موضوع اللغه واتحدث عن موضوع ليش؟ لانه له علاقه بالمدرسه وله علاقه بالتربيه وله علاقه بفهم ثقافه المجتمع الجديد اللي انت جيت له، وله علاقه بفهم كيف يفكر الاخر. يعني ان كان بهولندا وان كان بالسويد وان كان بالمانيا، انا لحتى اللغه هي أحد أهم أساسيات ثقافة أي مجتمع. اليوم لما أنا أمتلك اللغة يعني أمتلك جزء مهم من الثقافة بهذا المجتمع. أنا أمتلك كيف يفكر الآخر. النكتة على سبيل المثال، أبسط مثال، أنا في أنت هلأ اليوم إذا شخص هولندي حكى لك نكتة هولندية يمكن ما تضحك، إما الهولندي يمكن يفرط من الضحك. ليش؟ لأنه فهم هو شو المغزى من هاي النكتة. فبتجينا مثلا مرات من المدرسة تجي رسائل للأهل، تعوا ابنكم كذا، بيتجاهل ما بيعرف يقراها، شو فيها؟ جاي من المدرسة، ابني شو هاي؟ ما في شيء، اشرف على جنب. حتى يمكن الابن ما له مصلحة يقول تماما ما له مصلحة. بيرجع المدرسة بتبعت مرة ثانية، تعالوا شوفوا ابنكم عنده هذا السلوك، ما بيرد. هون مهمة المدرسة إنها تخبر مين؟ اليوجند أمت، إنه تعالوا الأهل ما عم بيردوا، دائرة رعاية الشباب، لا يكون في شيء، لا يكون صاير شيء. تتدخل اليوجند أمت، تبعت للأهل إلى آخره، بيتم استدعائهم. شو في شو صاير؟ ابنكم عم بيجي مثلا بهذا الشكل، ابنكم عنده عدوانية، ابنكم عم بيعمل مشاكل، ابنكم عم بيشيل بيخبط الكرسي على المدرسة أو المدرس. هذا كله الأهل غائبين عنه. ليش؟ لأنه لا يمتلكون اللغة وما بيروحوا أصلا على
المدرسة لاجتماع الأهالي أو لاجتماع الأبوين. فهون تبدأ الكارثة في موضوع التربية. نحن نتحدث التربية رقم واحد في أي مجال في المجالات اللي نحن عم نشتغل فيها. طيب خليني فندهم، يعني خلينا نقول انه هي عباره عن بنود او 10 نصائح. خلينا نقول اذا لا بدينا فيها الاولى اللي كانت اول وحده، هي انه لا تعتمدوا اعتماد كلي، او لو بنسبه 50 ل 60% انه انتم قادرين تفهموا اجزاء من اللغه تساعدكم افضل ما تكونوا بلا درايه مطلقا. يعني بيقول لك لا صعب كذا، حاول لو 40 او 50% انك انت تحصل على مفهوم اللغه. هي من الأساسيات. ثاني اللي هي موضوع التواصل ما بين الأسرة. فند لي هون هيك بنود وبنحكي فيهم كل وحدة لحالها. تماما. في البداية كما قلت أنت شوف المحيط اللي أنت فيه كأسرة. تمام، راقب ابنك. أنا اليوم كثير من الناس هذا الولد بلا تربية، تمام، أو شوف هذا الولد شذ بهذا الإطار، أو هذا الولد عنده مثلا عنف، أو هذا الولد عنده لنفترض حالة من الانطوائية. طيب ابحث خلف الأسباب اللي جعلت هذا الطفل بهذا. ممكن هو السبب ممكن إن السبب من الأسباب. كأسرة أنا اليوم برجع للأسرة. هلأ مزبوط هناك أحيانا بعض التقصير، إنه في عندي حالة مثلا الطفل ما لاقوا له محل بالروضة. الطفل اتجه إلى أن يكون في حالة شك بأنه معه طيف من أطياف التوحد. تمام. هلا هي كمان مصيبة تانية، موضوع إنه الناس اللي أصبحت هي لحالها تشخص الأمراض النفسية أو السلوكية. يعني اليوم صار إنه اللي له علاقة واللي ما له علاقة صار يطلع ويشخص، يعني بعيدين عن التخصص تماما. فاليوم أنا داخل المنزل أهتم بابني داخل المنزل، كيف لازم احتوي هذا الطفل. هي فكرة كمان انه هو الطفل او الاهل مشتتين ما بين انه لا الولد عم يسمع من المدرسة، بنسمع من اساتذته شيء ما عاد سمع لنا. يعني بيقول له بيجي المدرسة والبيئة اللي هو فيها الأوروبية انه لا انت المسؤول من نفسك، انت قرارك، انت احنا الدولة اللي عم تصرف عليك والى اخره. بصير قد ما حاول التدخل او ابداء الرأي، او حتى يعني مثل ما بقول لك سايرته وسايسته وجيت معه باللطف وباللين وبالعنف، بس خلص الولد اخذ قرار انه ما لك علاقة، انتم ما لكم علاقة فيني، لا من قريب ولا من بعيد. هلا شوف، هذا امر واقع. يعني نحن اليوم في هذا المجتمع الجديد نحن امام امر واقع، يعني ما بدنا نتخبى وراء اصبعنا. يعني انه في قوانين تحكم هذا المجتمع، في قوانين، في قواعد تحكم هذا المجتمع. يعني انا اليوم ما فيني ضل متمسك. انا لا اتحدث عن المبادئ، ولا أتحدث عن الأساسيات في التربية، ولا أتحدث عن الأساسيات في الدين. الناس اللي متبعة دينها ومتمسكة بدينها، أنا لا أتحدث عن هذه الأمور. أتحدث عن كيفية التعامل مع هذا الطفل في إطار التربية، في إطار وجوده بهذا المجتمع الجديد. يعني تعاملي مع هذا الطفل في المجتمع هذا غير تعاملي مع نفس الطفل في مجتمع اللي كان فيه. لأنه في المجتمع اللي كان فيه، اللي هو المجتمع الأم، كان في ليش مين قال لك كان الأب والأم هن اللي يربوا في مجتمعاتنا؟ الجد، الجيران، بالضبط، العمة والعمات والجيران وكذا. وكان الطفل عنده حالة رادع يعني تلقائي بحكم وجوده اجتماعي جمعي، خلينا نقول، من خلال انه اذا كان بده يتصرف اي تصرف يخاف من عيون العالم، يخاف من انه اذا شافني جاري هلا، اذا شافني مثلا، شافتني عمتي، شافتني خالتي، خالي، عمي، الى اخره، يا ويلا هون ما حدا عم بيشوفه. فانت اليوم انت تلعب ادوار مضاعفه في مجال التربيه كأب وكأم وكأسره بشكل عام، تلعب ادوار مضاعفه. لذلك يجب الاهتمام ب يعني الالتفات لموضوع الانجاب يا جماعه. والله كثره الاطفال هلا 250 يورو. في نسبه كثيره من العوائل التزموا بفكره الانجاب، انه خلينا انه ولد ولا الاقليات يعني لموضوع كثره الانجاب. اعطيني نصيحه ذهبيه للتفاعل الاهل مع الأطفال ما بقولوا خلينا نقول العنيدين. يعني شو ما حاول باللين باللطف بالمسايرة بالعنف، خلينا نقول إنه بيقطع ولا آخره مع الطفل العنيد، أو الطفل العنيد اللي بيجي بيقول له لا تساوي لا تعمل، بيقول له أنت ما دخلك. لأنه هو مثل ما قلنا بالمدرسة قال له أنت شخصية مستقلة ولا قرارك وهكذا وإلى آخره، ومرجعيتك نحن مو مرجعيتك أهلك. تمام. كيف يتعامل مع هذا؟ تمام. بداية الموضوع العند، خلينا نقول الموضوع العند هو سلوك، والعند هو سلوك مكتسب. عادة ما يكون مكتسب، يعني ما في جينات
او شفع مثلا خاص بالعنت، انه هذا الولد ابوه عنيد معناته هو عنيد، فهذا بالجينات عنيد. الى الان ما ثبت هذا الشيء، هو حاله سلوكيه. هذا الطفل، اي طفل في العالم، اول مرحله من مراحل التربيه هو التقليد. مين بيقلد الطفل؟ مثله الاعلى اللي بيشوفه قدامه، اللي بيشوفه كل يوم، اللي بيشوفه ساعات طويله في اليوم، اللي هو اما ابوه او امه. الكذب هو حاله تعتمد على التقليد، انه انا بشوف ابوه مثلا بترد امه على التليفون اللي له ما هون، هنا تبدا مرحله الكذب. ابوي عم بيكذب، معناتها ابوي هو مثلا قال انا بكذب. لما بيقول لي ليش عم تكذب؟ قال له انت كنت عم تكذب. العنت كذلك، لما العنت قد لا يكون مباشر من قبل الاهل او الام او الاب، يعني لكن الطفل يشعر بهذا الموضوع. يعني بالنسبه للام في بعض سلوكياتها او الاب في بعض سلوكياته قد لا يكون عناد مباشر، تمام، قد يكون كلمه تعبر عن عناد بيلقطها هذا الطفل. فانت تبدا الامور من مرحله انه انت كأم او طبعا انت ما في ليش ما في هيك، ما ببرر للطفل ليش انا قلت له ما في هلا مثلا شيبس واكلات طيبه بين الوجبتين، ما في يعني ما في بالضبط. تمام، برافو ما عليك. في مبرر. خلاص ما في يعني ما في مبرر، ما في شرح، ما في انه انت تنزل الى مستوى هذا الطفل وتشرح له. هناك مبالغه احيانا بلعب دور الاب والام والسلطه الابويه والسلطه خلينا نقول داخل الاسره على هذا الطفل، من خلال انه عدم استماع لهذا الطفل بابداء رايه. هذا الطفل قد يظن البعض بانه هذا الطفل ما حاسس شو عم بيصير. اعطيني نصيحه ثالثه بما موضوع خلينا نقول احنا عم نفندهم كنصائح، اللي هي موضوع سن المراهقه مع فترات ان كان للصبيه ولا الى اخره. وكمان بنشوف على السوشيال ميديا هلا مثل ما قلت انت في كثير من الحقائق على السوشيال ميديا، مثل ما في كثير من الكذب. قلت لك والله مالي عذرانه لبنتي، مالي عم بقدر لابني، حاولت بكذا ولا كيف. في حال كان اي صفه من الصفات بسن المراهقه اللي هو هلا صار عدد كبير من القادمين الجدد اللي بعد 5 سنين من موجه الجيل 2015 و16 صاروا وصلوا للسن اللي هو ممكن خلينا احنا نسميه سن المراهقه، مثل ما قلت ما بين ال10 و12 لل16. كيف ممكن كيف بدي اتعامل مع حاله المراهقين وسلوكهم؟ تماما، خاصة اللي بيكون في تفاوت بين بالأسرة، بين إذا أسر كمان منفصلين، الأب بمكان والأم بمكان. تماما. هاي نقطة جدا مهمة وغالبة على مجتمعاتنا العربية بشكل. أنا رح بلش بأمر جدا مهم أتحدث عنه بشكل سريع ومختصر، وأنتقل إلى موضوع النصيحة اللي ممكن نسديها إلى موضوع التعامل مع المراهقين. حالات الطلاق اللي تحدث في مجتمعاتنا لا تحدث بشكل سلمي عادة. يعني إنه نحن ما اتفقنا، لما بيكون في أطفال بالنص، نحن ما اتفقنا، كل واحد بيروح بحال سبيله وهذا الطفل ما دخله. نحن لازم نشرع عرض بعضنا على هي واحدة. لازم نغص البلع، ولازم الطفل يكون هو يعني عامل للابتزاز بإيد حدا من الطرفين. أيوة. هذا بيبتز الأم بتبتز الأب بالطفل، والطفل والأب يبتز الأم بالطفل. وأوقات الطفل بيكون أوعى من الاثنين، بصير هو بيلعب الابتزاز العاطفي مع حدا من الطرفين. تماما. فهي وحدة من الشغلات اللي احنا عم نشوفها. تمام. كما قلت، وجود الطفل صار هو سلاح، يعني سلاح بإيد الأم. أو يعني مثلا في أمهات، قلت إنه في بعض الأمور حقيقة على السوشيال ميديا. يعني هناك أمهات بدها تنتقم من الأب فتحرمه من مشاهدة الأطفال. هناك تهم الآن، وهي يمكن لمجتمعاتنا جديدة عليها، إنه الزوجة تتهم زوجها باغتصابها، تمام، وبالتحرش فيها. وهذا الموضوع أيضا غريب على مجتمعاتنا، ويقابل أحيانا بالجانب الذكوري بأنه هلا صرتي أنت لما جيتي لهون إلى آخره. ما بدنا ندخل كتير نتعمق في هذا الموضوع، لكن أنا أقول بأنه يا جماعة صار الطلاق، هذا الطفل مو ذنبه. أنتوا سبب الأساسي لوجود هذا الطفل. هذا الطفل هو ضحيتك أنت وضحيتك أنت. يعني أنا مرات يعني أقول إنه هؤلاء بعض العائلات أو بعض الأسر يجب أن لا يرزقهم الله. يعني قد يكون هناك شيء من الكفر يمكن، لكن لا يرزقوا بأطفال. هناك أهالي محرومين. أنت مو جايب البرد بالحلقة اليوم. هناك أهالي محرومين من أطفال، وهناك يعني أهالي ربنا عاطيهم نعمة الأطفال لكن مو حاسين بهي النعمة. هذا اللي بيحس بنفسك أنت. يعني أنا رب العالمين رزقك هذا الطفل، اعتني فيه، اهتم فيه،
لا تاخده هو سلاح لابتزاز الطرف الآخر. فدي ما اعطتني نصائح تهبي، انا بحاول ادارك طبعاً. الوقت أنا آسف يعني. لا اكيد هو طبعا هو الموضوع دائما محور نقاش ويطول، لانه كل حاله من الحالات كمان لا تقاس، يعني في ناس تقيس حالتها على حالات الاخرين، انه مو اذا صار مع فلان هذا الحال فانت حتصير معك نفس الفكره، ومو اذا انت الحالة الثانية تعاملت مع هذا الموضوع بهي الطريقة أنت بتتعامل بنفس الطريقة. تماما. بصراحة رح أحكي موضوع أيضا في إطار النصائح. الحالات الإنسانية والحالات المرتبطة بالتربية وفي السلوك هي متفاوتة بين شخص وشخص آخر. كيفية التعامل مع طفل عنيد بكل وضوح وصراحة تختلف من طفل إلى طفل آخر. يعني أنا اليوم ما فيني أنا أعطيك، هي مانا معادلة رياضية إنه أنا إذا طفلك عنيد تتعامل بهذا الشكل، إذا طفلك مراهق ويتبع سلوك شاذ تتعامل بهذا الشكل. أنت هناك دائما ما يحيط بهذا الطفل من ظروف مجتمعية أسرية تربوية في المدرسة، جيران، أطفال إلى آخره. فأنا اليوم ما فيني أنا أقول إنه إذا طفلك شاذ بهذا الإطار تعاملي معه بهذه الطريقة، لا، ابحثي عن مكمن الشذوذ في سلوك هذا الطفل. من أين بدأ؟ دائما راقبي مع مين عم يمشي. نحن كنا في زماننا في جيلنا كان أهالينا، نحن وصلنا لعمر 25 و30 سنة أهالينا ينتظرونا على البرندة وعلى الشباك ايمت جايين يسألونا مع مين رحتوا، مع مين جيتوا، ابن مين فلان، ايمت راجعين على البيت، خبرني بس وصلت، خبرني بس طلعت. وينه هلا نحن وين عم نشوف هذا؟ هذا بسبب المجتمع لا الجديد لا الأوروبي، يعني لا لا ما لك سلطة الأب. كان في سلطة للأب والأسرة. سلطة الأب بيخلق الأب نفسه والأم نفسها هي اللي بتربي ابنها أو هو اللي بيربي ابنه على هذا الموضوع. وأنا بعرف كثير عائلات موجودة في أوروبا ومن سنوات طويلة وبتلاقي الأولاد هيك ماشيين على الليبرا مثل ما بيقولوا. ممكن حخالفك بواحدة من الحالات اللي هو الازدواجية اللي احنا هلا نشوفها. يعني احنا كبار بنشوف الحالات انه خلينا نقول جيل المغاربة او الاتراك الى اخره، بتلاقي الاسر او الاطفال مع اسرهم بيتعاملوا بطريقة مختلفة وبيمشوا بالقوانين والتربويات اللي هن بدهم اياها، لكن هن خارج نطاق الاسرة هن اوروبيين 100% تعاملوا مختلفا. يعني بفوت بيمثل مع اهله شيء بيطلع برا اهله شيء. لما بيكون موجود بنطاق الأسرة، لأنه إحنا لسه ما شفنا هذا الشيء بالجيل أو الأسر السورية بالقادمة الجديدة، عم نقارن بالأجيال اللي سابقتنا أو الجاليات اللي سابقتنا، يعني كان المصرية أو المغربية أو التركية، فبتلاقي بيتعامل بازدواجية. طب نحن خلينا نكون شوي صريحين أكثر يعني. تمام. أنا اليوم أنا كأب أو كأم أنا شو بدي من طفلي؟ السؤال هون دائما أنا شو بدي من هذا الطفل؟ تكون تربيته سليمة، ما يشذ عن الأخلاق، ما يشذ عن الأدب إلى آخره، يطلع إنسان ناجح في حياته. تمام. ما يتجه إلى مثلا تعاطي المخدرات أو تعاطي الكحول أو إلى آخره من هذه الأمور. تمام. هذا اللي بدي إياه أنا. ما طيب أنا اليوم في أمور تانية ما فيني سيطر عليها في هذا المجتمع. أنا قبل أن آتي إلى هذه المجتمعات يجب أن أكون حاطط في بالي أنه هناك احتمال وبنسبة معقولة أن في يوم من الأيام أنه هذا الطفل يمشي. وطبيعة الأمور وطبيعة الحياة أنه هذا الطفل رح يمشي بيوم من الأيام. هي تبع أنه على زماننا أنه بيضل الولد عندي لعمره 30 سنة لأجوزه، أنا أجوزه وشوف أولاده يربوا حوالي ويكون تحت جناحاتي. هي يعني ما عادت يعني خلينا نقول. تمام. هذا لا يعني لا انتقاد من الأجيال الماضية ولا انتقاد من الأجيال الحالية، لكن دائما لا نبتعد عن الواقعية. أتعامل مع هذا الجيل وأتعامل مع المراهقين وأتعامل مع الصغار والأطفال والشباب من أبنائي بطريقة أنه أنا أقف في الوسط وأعامله أنا بثقة، خلي يثق فيني أنا كأب وكأم. مو غلط يعني نحن بنقول انه لا انا لازم اثق بابني، لا كمان الولد لازم يثق بابوه بامه ليجي يحكي لهم. لما بيجي بيحكي لهم ما بيقع بالخطا. من مبدا التعامل معه انه انت شو ما كان وضع التربيه والسلوكيات اللي تعامل معه هو يقرر انه هو يبقى حدك ويرجع لعندك ما يطلع بالضبط عنك وليس بالاخر. يعني حتى بتشوف حتى بالاجانب والاوروبيين بيقول لك اخي لا هو صار 18 هن بيدفشوا ليطلع برا نطاق الاسره، احنا بندفشوا ليطلع. شوف باختصار شديد اعطيه من الحب، اعطيه حب لابنك، اعطيه وشوف كيف ردة الفعل. هي باختصار شديد بكلمة واحدة انه اعطيه من الحب واعطيه من الاهتمام، ولا تحرمه بحيث انه اذا شاف هذا الحب عند غيرك
يروح لعنده، او شاف الاهتمام عند غيرك يروح لعنده. وهذا ما بنلاحظه نحن بكثير من الاناث او الفتيات يلي ابوها بيعاملها بحب كبير وما بيحرمها من شيء وما بيحرمها من اهتمام. فهي الإنسانة ما بتشز ولا بتروح مع أي شخص بيعطيها كلمة حب أو كلمة لطف أو إلى آخره. بتدور على النقص الموجود برا نطاق العائلة والى آخره. حتى مع الشباب، مو بس مع الفتيات. مين اللي أنا ممكن أروح فضفض له وأحكي له بشان هيك؟ لما ما بتكون الأم قادرة تكون هي المستمع لنا لمشاكلنا، بروح بيحكي لرفيقه. الصبية ممكن تكون عندها اختلاف بنظرة وجهات النظر مع الأم، فما بتتناقش معها بهاي المواضيع. إذا ما كان الأب هو البديل فبدها تطلع لبرا تحكي بهدول التفاصيل إلى آخره. طيب في فن اللامبالاة هلا صاير عند الأطفال أو الأجيال أو المراهقين. هذا ما بعرف منين استجد هذا الفن اللامبالاة، تبع إنه أنت عن جد فعليا ما بتعرف هذا الولد لا عم شو بفكر لا شو بده لا شو عم بيتصرف قدامك، بيتصرف في طريقة الصنم أو اللامبالاة وبرا شيء ثاني. يعني هدول شو كمان؟ سؤال رائع جدا يعني. وهذا الموضوع نحن عم نتعرض له وصعوبة بالغة في التعامل مع هاي الفئة من الأطفال حقيقة. باختصار وأحكي لك عن مثال حدث وأعود إلى نصيحتي اللي قلتها: أعطيه من الحب وأعطيه من الاهتمام، يعطيك من المبالاة. أنا دخلت إلى طفل قالوا لي إنه هذا الطفل هو أوكراني الطفل، لكن هذا الطفل ما بيسمع لحدا، عنيف. حتى ورجوني الحيط كيف كاسره يعني يعني ضارب الحيط حيط الجبس يعني هذا ضاربه وباعج الحيط يعني. قلت لهم ماشي. فقال ما عم نعرف كيف نتعامل معه، هو بس موجودة، الأب ما موجود، وعنده أختين صغار. الولد عمره 9 سنوات وعنده بالضبط اللي تفضلت فيه إنه اللامبالاة. دخلت إلى هذا الطفل. تمام. هذا الطفل ماسك موبايل بإيده عم بيلعب، يا فلان يا حبيبي يا كذا، نكشو من هون من هون من هون، لا مبالاة. ولا يطلع فيني ولا يطلع في وشي ولا شيء. تمام. مسكته هيك من إيده. تمام. شوف، مرات في شيء اسمه الكيمياء. تمام. اللي انت بتوصل شعور لهذا الطفل بالحب، بتوصل شعور لهذا الطفل بالاهتمام يلي هو صعب وصفه حقيقة. تمام. بشكل من الأشكال وبطريقة عن جد ساحرة إنه هذا الطفل طلع فيني. هون بلش كسر الحاجز هذا. ما كل العالم عندهم فادي يا زلمة. بدنا طريقة إذا ما فادي موجود. لا باكل تماما. هو ما كل العالم عندهم فادي يعني. لكن كل العالم عندهم الحب. لازم تبحث عن ثغرة ما لتقدر تدخل فيها إن كان توصل لفت الانتباه أو شبه. نتحدث عن طفل، والطفل هو مثل العجينة اللي أنت فيك يعني تصيغه بالطريقة اللي أنت بدك إياها وبالطريقة اللي تحافظ فيها أيضا على مرونته، المرونة اللي عنده. طيب فادي بكلمتين عشان لأنه ما كتير بقى وقت. نهتم بالطفل ولا نهتم بالأسرة؟ لا، الأسرة قبل كل شيء طبعا. كيف بدنا نهتم بالأسرة بالمجتمع الأوروبي الموجودين نحن حاليا، خاصة إنه الأسرة هي أنت مالك مثل ما بيقول مالك كلمة عليهم يعني قراراتهم من راسهم جايين أصلا من المجتمع. كيف فينا نأثر على الأسرة بكلمتين كمان؟ شوف، الأسرة أنا اليوم أنا ما فيني يعني، شوف أنا فيني أثر إذا الشخص يعني هو عنده استعداد للاستماع. معناتها ممكن لأنه لا تخجلوا، روحوا لطبيب نفسي واستشاري أسرة وإلى آخره. إذا مو الطرفين طرف من الأطراف لحاول يعني الشيء بالشيء يذكر إنه لا تخجلوا. ليش هذا ما بيخجل الشخص يعني مع احترام؟ ليش ما بيخجل لما يجي يسألني قطعوا لي 5 يورو من المصاري الجوب سنتر، وين راحت 5 يورو؟ ليش ما بيجي بيخجل؟ بحس انه حق مستحق. طيب ماشي. من ضمن حقوقه. طب ليش بتخجل انك تيجي تعرض مشكلتك؟ في امر جدا مهم، ويعني الجانب الذكوري حاليا وهو ليس يعني تقوية المجتمع الأنثوي على المجتمع الذكوري لا على الإطلاق، لكن في نساء مغلوب على أمرهم في هاي المجتمع. يا حرام، شو مغلوب على أمرهم؟ الرجال هلا كمان بدهم مغلوب على أمرهم بكل الحالات. لا أنا عم بقول في نساء، هذا لا يعني إنه كل النساء. صحيح. في نساء ظالمات، لكن في نساء مغلوب على أمرهم، وأشوف عيني في رجال أيضا مغلوب على أمره. لكن أنا أتحدث عن إنه أنا اليوم في هذا المجتمع يا أخي أعطي هذه المرأة يعني جزء من ما
انت يعني انت اللي عم بتمارسه يلي هو خليها تتعلم، خليها. فعدي لانه مضطرين في ناس تتواصل معك، ممكن يكون في استشارات ونصائح هذا الموضوع، طبعاً كيف في. يتواصلوا معك على كاميرتك اذا بدك؟ طبعا انا حكيت في الفيديو السابق وتحدثت عن موقع على السوشيال على الفيسبوك اسمه باسمي، يعني ممكن باختصار شديد يكتبوا اسمي باللغة الإنجليزية فادي رجب، وبيطلع لهم على السوشيال ميديا اسمي. وانت مستعد لموضوع الاستشارات؟ لا ان شاء الله بنقدم لهم استشارات، وان شاء الله نحن جاهزين. انا يعني الهدف دائما هو انه نحن نرتقي بانفسنا على المستوى الشخصي. لما نرتقي على المستوى الشخصي فنحن نرتقي على مستوى الاسره، المحيط اللي نحن فيه، وعلى المستوى الاجتماعي، وحتى نعكس ايضا نحن كمجتمعات داخل مجتمعات اجنبيه نعكس حاله من الرقي يلي نحن عبر حضارات، لحتى ما نقول انه كل شيء تعلمناه في المدارس هو كذب، والشيء اللي عم نشوفه غير اللي تعلمناه بالمدارس عن تاريخنا، عن حضارتنا، عن ثقافتنا. لا، مو كذب، هو حقيقة، لكن يجب أن يخرج من خلالنا نحن. فهذه كل الشكر لك، بدي أشكر وجودك، وإن شاء الله كمان نضلنا متابعين مع بعض. شكرا لك، شكرا للاستضافة، نورتنا. شكرا فادي، شكرا. هيك لازم نودعكم بحلقتنا لليوم. ما تنسوا تكونوا معنا يوم الحلقة القادمة، الجمعة القادم، بحلقتنا من برنامج غياس شو. غياس معكم، وبدكم تبقوا بألف خير. كان معنا بالإخراج مكسيم حورية. باي باي. Riaz Show.